شوماكام كان أورخون مؤسس أقوى فرقة من التصنيف S، لكن أصدقاؤه طردوه لأن سحر الدعم الذي يمتلكه ليس جيدا بما فيه الكفاية مقارنة بالآخرين. ومع ذلك لم يكن أورخون ساحرا في الأساس، ويقرر أن يعود إلى مهارته الحقيقية وشغفه بفنون السيف ليصبح أعظم مغامر على الإطلاق. يتجول أورخون بلا هدف في المتاهة بمفرده، ويبدو عليه الإرهاق من وجوده نفسه حتى يصادف جرذا شيطانيا يخرج سيفه الذي لم يستخدمه منذ زمن طويل على ما يبدو، يواجه الوحش ويضربه بضربة واحدة نظيفة، مدركا أنه فقد بعض مهارته بعد كل هذا الوقت دون استخدام السيف. هذا يجذب انتباه بعض الجرذان الأخرى في المتاهة، والتي تندفع فورا نحو أورخون وتحاول مهاجمته، لكن هذه المخلوقات لا تشكل أي تهديد أمام مؤسس فرقة الأبطال، فبضربتين سريعتين يقضي على بقية الجرذان التي اعترضت طريقه. ينظر إلى جميع النوى المنتشرة على أرضية المتاهة، ويفكر أنه ربما ليس خارج اللياقة كما كان يظن في البداية، وربما لا يزال هناك أمل له كمبارز منفرد. لكن قبل أن يتمكن من الاستدارة حاصره عفاريت أقوى بكثير من جرذان الشياطين، وأورخون يدرك ذلك جيدا. تجنبا للمخاطرة استخدم سحر الدعم لتعزيز قوته وصلابته لفترة قصيرة، وجعل سيفه أكثر خطورة، وبذلك هاجمته العفاريت، لكنها لم تكن ندا لسرعته ومهاراته التي اكتسبها بعد أن كان في فرقة من التصنيف S. قام بذبحهم جميعا واحدا تلو الآخر، بينما كان يفكر في أنه لم يجرب سحر الدعم الخاص به على نفسه من قبل، ويدرك كم يجعله ذلك قويا بشكل مبالغ فيه. كان على وشك أن يخفف حذره بعد أن قتل الموجة الأولى بأكملها، لكن قبل أن يلتقط أنفاسه هاجمته موجة ثانية من العفاريت مباشرة، وهو يعلم أن تعويذة الدعم الخاصة به ستنتهي قريبا. قفز بكل جرأة وقطع جميع العفاريت التي اعترضت طريقه، حتى أنه طارد أحدهم في النهاية ليبعث به إلى الجحيم، وبذلك انتهت تعويذة الدفاع الخاصة به. وأدرك أن تعويذته تدوم فقط 3 دقائق أثناء القتال، ما يعني أنه يجب أن يكون حذرا بشأن متى وكيف يستخدمها. في تلك اللحظة دخلت الموجة الثالثة من هؤلاء العفاريت التي لا تنتهي إلى الزنزانة، واندفعت نحو أورهان بأقصى سرعة بهدف القضاء عليه، لكن أورهان تمكن مرة أخرى من التغلب عليهم وبدأ في قتلهم واحدا تلو الآخر. وسرعان ما أدرك أن تعويذته على وشك الانتهاء، لذا استخدم التعويذة مرة أخرى في اللحظة الأخيرة ليواصل هجومه، بينما يتعامل مع آخر عدد قليل من العفاريت في الحشد. بينما يرى الحياة تغادر عيني آخر عفريت، لا يزال شبح تلك الليلة يطارده. يتذكر مجددا كيف دخل أوليفر إلى مكتبه برفقة آن وديريك، وأخبره صراحة أنهم سيطردونه من فريق الأبطال. شعر أورهان بالصدمة وهو يحاول استيعاب ما يحدث. استدار نحو أوليفر وسأله عن ماذا يتحدث بحق الجحيم. كان من المفترض أن يكونوا أصدقاء مقربين، لكن أوليفر بقي باردا وحسابيا، وأخبره أن كونه صديقا من نفس القرية لا يخفي حقيقة أنه العضو الأكثر عديمة فائدة في الفريق. تدخلت آن وديريك معا، مدعين أن كل ما يفعله هو إبطاؤهم ومنعهم من تحقيق العظمة. مرت حياة أورهان أمام عينيه وهو يحاول استيعاب هذا الموقف السريالي. يقرر صديقه طرده من الحفلة التي أسسها، المعروفة بحفلة البطل، لسرعة اجتيازهم الأبراج المحصنة حتى غدت من نخبة فرق البلاد. يبرر أوليفر ذلك بأنه في مهمة تطهير الأبراج الأخيرة لاحظ قوة ساحر إحدى المجموعات في مساعدة فريقه، مما جعل أورهون يبدو عديم الفائدة تماما. لم يصدق أورهون أذنيه وهو يرد بغضب، مدعيا أنه ليس ساحرا في الأساس، وأن السبب الوحيد الذي دفعه لتولي هذا الدور هو أن أحدا في الحفلة لم يكن لديه أي موهبة في السحر، لذا ضحى بمكانته كمبارز وبدأ يتدرب كساحر، بل وابتكر أسلوبه الخاص في السحر لتعويض الموهبة التي كان يفتقر إليها كساحر دعم. لكن آن تضحك في وجهه وتنعته بالخاسر البائس الذي يختلق الأعذار، لأن أوليفر كان مبارزا أفضل منه منذ البداية. وبهذا يلتفت أورهون نحو أوليفر إذ كان أمله الأخير، لكن أوليفر يخبره ببرود أنهم وجدوا حتى ساحرا بديلا أيضا سيساعدهم على الصعود في الرتب وتحقيق العظمة. يتقبل أورهون الواقع وحقيقة أنه لا مكان له في هذه المجموعة، وبوداع أخير يستدير ليغادر، حين تضحك آن وتدعي أنه لم يكن من المفترض أن يكون في فريق من التصنيف S على أي حال، لأن مهاراته في المبارزة والسحر كلاهما في التصنيف A، ما يعني أنه شخص متعدد المهارات لكنه لا يتقن أي شيء.
وأخيرا يعود إلى الواقع بينما يواصل السير للأمام مفكرا في أسلوب القتال الجديد الذي طوره والذي يدمج بين الأدوار التقليدية للمبارز والساحر. يقرر أنه سيستمر في كونه متعدد المهارات، لكنه في الوقت نفسه سيتقنها جميعا ويريهم مدى الخطأ الفادح الذي ارتكبه أوليفر والبقية. وعند رحيله اقتحم 4 مغامرين غرفة الانتقال وهم يلهثون تعبا. سألهم قائدهم عن حالهم، فلم يتوقعوا ظهور هذا الحشد من الأورك فجأة. قال أحد الأعضاء إنهم تركوا الفتاة خلفهم. برر القائد قراره بأن إنقاذ الفتاة كان سيهلكهم، وبما أنها انضمت اليوم فقط فمن الطبيعي تفضيل صديقه القديم. وبسبب جراح خيانة فريقه السابقة استدار أورخون نحو الرجال معبرا عن كرهه لأمثالهم. يزعم رجل أنهم عجزوا عن مساعدتها ويحاول آخر مهاجمة أورخون، لكنه يسقطه أرضا بسهولة بينما يأمرهم بالصمت والهرب بعيدا. وبذلك يلتفت نحو القائد ويسأله بغضب: أين بحق الجحيم تركت الفتاة لتموت؟ ويهرع نحوها لإنقاذها. يجدها في نهاية كهف حيث كانت محاصرة تماما أمام ما بدا وكأنه جيش من الأورك. تراجعت نحو الجدار باكية مستخدمة درعها الدفاعي مع تقدم الأورك نحوها، لكن درعها لم يصمد طويلا إذ سرعان ما تمكن الأورك من اختراقه، وكانوا على وشك إنهاء حياتها عندما قفز أورخون وتدخل مستخدما سحر الرياح ليدفعهم بعيدا. ذهلت الفتاة، لكن أورخون لم يتردد فاستل سيفه وهاجم الأورك. حاول أورك طرحه بضربة قوية، لكن أورخون صد الهجوم، وبفضل سحر الدعم الخاص به كتعزيز شق طريقه عبر الأورك كما لو كانوا مصنوعين من الزبدة. وقفت الفتاة هناك في حيرة تتساءل ما إذا كان أورخون سيافا أم ساحرا، إذ استخدم سحر التعزيز ليزيد من حدة نصل سيفه قبل أن يندفع نحو الأورك قاطعا أسلحتهم وأجسادهم على حد سواء. أدرك أن الشبان كانوا على حق، إذ لم يكن بإمكانهم أبدا مواجهة هذا العدد الكبير من الأورك دفعة واحدة، لكنه كان يفضل الموت على أن يترك أحد أعضاء الفريق خلفه. وبهذه الفكرة شق طريقه عبر عشرات الوحوش دفعة واحدة، بينما كانت الفتاة تراقب بدهشة تتساءل من يكون هذا الرجل. وصل أورخون موجة القتل، وبانفجار ثان من الهجمات تمكن من القضاء على كل أورك في الكهف، ولم يترك خلفه سوى جثثهم ونواهم اللامعة. وبذلك التفت نحو صاحبة الشعر الأحمر في نهاية الكهف، لكنه وجدها مستلقية على الأرض بعدما بدأ مفعول الأدرينالين يزول. وبحلول غروب الشمس خرجا من الزنزانة، وقدمت صاحبة الشعر الأحمر نفسها باسم صوفيا، ثم دعته إلى العشاء كعربون شكر لإنقاذه حياتها. انتهى الأمر بأورخون بقبول الدعوة وتبعها إلى حانة تملكها نقابة الأرانب الفضية. أدرك أنها من النقابة نفسها، إذ كان لديها أيضا شعار على عباءتها، ولاحظ أنها ذكرته بشخص ما لكنه لم يستطع تحديد من هو. سرعان ما زال هذا الالتباس عندما قدمته صوفيا إلى أختها الكبرى سلمى، التي كان أورخون يعرفها بالفعل، إذ كانت أيضا ساحرة تعاويذ من الدرجة S في فريق مختلف. كانت سلمى أقوى ساحرة تعاويذ في البلاد، وهي التي ابتكرت نظام تقسيم الأدوار إلى المبارز الذي يهاجم، والدبابة التي تمتص الضرر، والساحر الذي يقدم الدعم. نظرت سلمى إلى أورخون باشمئزاز وأخبرته أنها ستتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالي لأن أختها تبلغ من العمر 14 عاما فقط. يرد أورخون فورا قائلا إن اسمه ليس موجودا في ملفات إبستين، لذا يمكنها أن تهدأ، بينما تخبر صوفيا أختها أن أورخون أنقذ حياتها بالفعل. تهدأ سلمى قليلا بعد ذلك وتوبخ أختها لأنها خرجت بمفردها إلى زنزانة دون أن تخبرها أولا. سرعان ما يبدأون الحديث، ويخبر أورخون سلمى أنه تم طرده من فريق البطل، لذا فهو الآن أشبه بمتشرد إلى حد ما. يرى أورخون على الفور عيني سلمى تلمعان، ويتساءل ما إذا كانت تفكر في ضمه إلى فريقها، ولكن قبل أن يحدث ذلك يخبر أورخون سلمى أنه لا ينوي الانضمام إلى أي فريق في المستقبل القريب حاليا. تخبره سلمى ألا يغتر بنفسه وتسأله ما إذا كان مستعدا لوظيفة. كان هذا مفاجئا لأورخون، فيشعر بالفضول ويسأل عن الوظيفة. تدعي سلمى أن مجموعة كبيرة من نقابتها ستتوجه إلى الأبراج المحصنة غدا. ستضم المجموعة العديد من المغامرين الجدد، ومن المفترض أن يتولى الأعضاء من التصنيف A حمايتهم والتأكد من هزيمة زعماء الطوابق الذين يظهرون كل 10 طوابق، وألا تحدث أي خسائر. وتقول إن الحملة حصلت على موافقة من راع، وأنها ستكون سعيدة جدا إذا وافق أورخون على مرافقتهم كمغامر إضافي. كما تخبر أورخون بأنها تحترم مهاراته وقوته حقا، وإلا لما طلبت منه ذلك. وقد أثر هذا الكلام فيه بشدة، لأن السبب في طرده من فريقه في المقام الأول كان أن أعضاء فريقه انبهروا بسلمى نفسها عندما كانت تستعرض سحرها، ولهذا قرروا أنهم بحاجة إلى ساحر أفضل لفريقهم أيضا. يقرر أورخون الموافقة، ولكن بشرط أن ينزل فقط Not to Bonman, Wakshi, 9